انت شنو اللي تريده؟ انت تريد الناس تتجاوز على المؤسسة القضائية، لو تريد الناس تقول لك عافية، لو شنو؟ انت المنشورات اللي جاي تنزلها تعرف شنو محتواها، شنو معناها، شنو اهدافها، شنو غايتها؟ لو بس مجرد تقعد الصبح تكتب وتنزل على صفحتك. يا اخي انت نائب، يفترض ان تكون معلوماتك دقيقة. انا صحفي مو نائب، وما اتحدث بمعلومة اذا ما عندي دليل ومستمسك بها. بعض الاشخاص يجبروك انه تعطيهم طينتهم خدهم. حياكم الله اخوان. ما احب ادخل بصراعات وخلافات شخصية تبعدني عن عملي الانساني وتبعدني عن محاربتي للفساد والملفات اللي اطرحها دائما، لكن بعض الاشخاص يجبروك انه تعطيهم طينتهم خدهم. سيد باسم خشان منزل منشور جديد على صفحته، يا الله شو يقول بي؟ هذه القطعة هي رئة السماوة، وأنا لا أتابع حيدر الحمداني ولا أرد عليه إلا في الحالات التي يحقق فيها ردي مصلحة عامة. سيد باسم خشان يقول قبل أسبوعين أو 3 حيدر الحمداني أخذ فيديو من صفحتي أنا متحدث فيه عن قطعة أرض يردون القضاء يسوونها مجمع سكني إلهم، بينما أنا أريده متنزه لأهل السماوة. ويقول حيدر الحمداني بدلا من أن يدعم هذه الفكرة قام بالإساءة لي. وأنا أقول لك يا سيادة النائب هذا منشورك كذب، وأتحداك أن تأتي لي بمقطع فيديو أنا منزله عن هذا الموضوع أو مسولف بقضية قطعة أرض القضاء يردونها مجمع سكني وأنت تريدها متنزه. مو صحيح هذا الموضوع، وأنت هنا ضللت الرأي العام بمعلومات كاذبة. أنا تحدثت قبل 21 يوم أو أكثر عن قطعة أرض مساحتها 900 متر تقريبا مقابل مستشفى الإمام الصادق الأهلي، وهذه القطعة انوخذت بطريقة المساطحة، واللي أخذها شخص تبين فيما بعد أنه يشتغل وياك حارس حماية براتب 750 ألف دينار. هذا اللي تحدثت به أنا، ما تحدثت عن قطعة ومجمع سكني وقضاة، وتحدثت عن قضية السيارات اللي قلت انه القضاء في السماوة يريد يشتري لهم المحافظ سيارات ب9 مليار دينار. لو تتنازلون عن هذه السيارات وتسوون بها مدارس مو افضل لكم؟ هذا انت اللي قلته. واتضح ايضا انه هذا المنشور ومعلوماتك مو صحيحة، لا اكو سيارات ولا اكو تخصيص ولا هم يحزنون، وخليت الناس تتجاوز على المؤسسة القضائية في وقتها. ورجعت هسه أيضا بقضية قطعة أرض ومجمع سكني للقضاة، وأيضا خليت الناس تتجاوز على المؤسسة القضائية مرة أخرى، وحشرتني بالنص بموضوع مو صحيح. وين تريد توصل سيادة النائب؟ زين ليش ما تحكي الحقيقة للناس؟ أتحداك هسه أنت تطلع لي فيديو أو منشور أنا منزله بصفحتي متحدث بيه عن هذا موضوعك هسه مال قطعة الأرض والقضاء ومتنزه. ما جاي بطاري الموضوع هذا أبدا. أنت مين جاي تجيب هاي الأمور؟ حقيقة هو واضح جدا إنه حضرتك إنه أنت ما جاي تتابعني ولا جاي تعرف أنا شو أنزل، وبدليل تهسه مسولف بتفاصيل ومعلومات أقسم بالله أخوان أنا ما متحدث بيها ولا مسولف بيها، إلا بالحلم أنا مصوريني مسولف ذن التفاصيل. أنا تحدثت بمعلومات واضحة، قضية القطعة اللي اتضح أنه ماخذها حارسك الشخصي، وقضية السيارات اللي طلعت مو صحيحة. أنت شنو اللي تريده؟ أنت تريد الناس تتجاوز على المؤسسة القضائية، لو تريد الناس تقول لك عافية، لو شنو؟ أنت المنشورات اللي جاي تنزلها تعرف شنو محتواها، شنو معناها، شنو أهدافها، شنو غايتها؟ لو بس مجرد تقعد الصبح تكتب وتنزل على صفحتك. يا أخي أنت نائب، يفترض أن تكون معلوماتك دقيقة. أنا صحفي مو نائب، وما أتحدث بمعلومة إذا ما عندي دليل ومستمسك بها، لأن أعرف أكو قضاء وأكو قانون يحاسبني. فما أعرف أنت سيادة النائب وين راح توصل، وين تريد توصل. لهذا أنا أدعوك أنه تابعني حتى تكون معلومتك دقيقة. بس ما أقول لك اتعلم من عندي شلون أنقل المعلومة.
بالعكس انت خبير قانوني بهذا الموضوع، المفروض ما اعلمك، بس عمي تابعني لان القادم صادم، ولدينا المزيد في قادم الايام ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو ولك الو